أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. أوقات كتير بنتكسر، مش من البعيد، بنتكسر من اللي كنا شايفينهم قرايب، اللي كنا بنحكي لهم أسرارنا ونستأمنهم على فرحنا ووجعنا. النهاردة هحكي لكم قصة شفتها مكتوبة في بوست، بس وانا بقراها حسيت قد ايه البنت اللي كتبتها موجوعة، واللي خلاني احكيها اني مؤمنة ان الحكايات لما بتتقال بتواسي غيرها وبتقول للي بيتوجع انت مش لوحدك. البنت بتقول كنت مخطوبة لشخص كنت مرتاحاله جدا، مش بس علشان هو كويس لكن علشان انا اللي وافقت عليه بكل ارادتي، واهلي كمان كانوا متفاهمين جدا ومفيش اي ضغط. فجأة خطيبي قال لي انا مش مرتاح وفسخنا من غير سبب، من غير حتى ما يسألني او يفهمني ايه اللي حصل. عدى شهر ولقيته بعتلي وبيقول لي الحقيقة، وراني شات بينه وبين بنت بتقوله اني مش بحبه وان اهلي غصبني عليه واني مش طايقاه. البنت دي كانت صاحبتي، أقرب واحدة لقلبي، كنت شايفة فيها أختي وكنت بحكي لها كل حاجة. رحت أواجهها، لسه قلبي بيقولي يمكن في حاجة غلط، بس لقيتها واقفة قدامي وبتقولي بكل برود أنا بكرهك، ولو أقدر أذيكي أكتر من كده هأذيكي. ولسه انهارت حرفيا، وقعت دخلت المستشفى من الصدمة وما كنتش قادرة أقف على رجلي. وخطيبي جه المستشفى وكان بيعيط وبيقول لي إنه ندم وإنه صدقها لأنه كان شايفها قريبة مني وما كانش متخيل أبدا إنها ممكن تأذيني. بس أنا مش قادرة أرجع له، مش لأن قلبي قفل، بس عشان الثقة اللي اتكسرت عمرها ما بترجع زي ما كانت. اللي حصل اسمه خيانة، بس مش الخيانة اللي بنشوفها في الأفلام بين حبيب وحبيبته، دي خيانة أوحش، خيانة الصداقة، خيانة الأمان، خيانة النية الطيبة. الخيانة لما بتيجي من صاحبة بتكسر الظهر، بتخليكي تشكي في نفسك، في حكمك على الناس، في إحساسك بالأمان. وخطيبك غلط مش بسيط، لأن اللي بيحبك بجد لازم يسمعك، مش أول ما يسمع كلام يصدق ويمشي. انتي دلوقتي واقفة قدام وجع كبير، مش بس وجع فقدان لكن وجع صدمة في أقرب الناس. بس اللي أنا متأكدة منه إنك لازم تختاري نفسك وتنقذي قلبك من اللي كسروه. أنا بحكي الحكاية دي عشان أقول لكل حد اتخذل من أقرب الناس ليه أنت مش ضعيف، أنت موجوع، والموجوع من حقه ياخد وقت يتعافى، يفهم ويختار ويبعد عن كل حاجة وجعته. لو اتخدعت ما تلومش نفسك، لوم اللي باعك، لوم اللي صدق من غير ما يسمعك، لوم اللي شافك وش كده رغم انك كنت وش امان. احنا مش بنختار الوجع، بس بنختار نتعامل معاه ازاي. ولو الناس اتغيرت احنا كمان لازم نتغير، مش عشان نبقى زيهم، عشان نعرف نحمي نفسنا. سؤال حلقتنا النهاردة، انت او انتي امتى اتخذلت من شخص كنت شايفه امان، وازاي واجهت الوجع ده؟ اكتبولي في الكومنتات او ابعتولي رسائل، لان لما بنحكي بنحس اننا مش لوحدنا. كنت معاكم انا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنحكي فيه حكايات حقيقية وبنفتح فيها قلوبنا من غير تجميل، علشان كل كلمة بتسيب أثر. استنوني كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 6 مساء على اليوتيوب، وخليكوا فاكرين سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.